كلمة واحدة ممكن تخليك تمضي على شيك مفتوح ضدك. سيبها علينا. أخطر جملة ممكن تسمعها. في مكاتب التقسيط دايما هتسمع امضي بس وسيب البيانات فاضية ويطمنوك احنا شركة كبيرة ولينا اسمنا. بس الحقيقة انت كده بتسلمهم رقبتك وممتلكاتك. ليه مضي البياض كارثة؟ أول مشكلة صعوبة الإثبات. لو كتبوا رقم أكبر هتثبت إزاي العكس؟ القاضي بيشوف توقيعك تحت الرقم يبقى موافق على كل اللي فوقه. تاني مشكلة دوامة قضايا. حتى لو الطب الشرعي كشف التلاعب مش هتخرج بسهولة، هتدخل في قضايا ومصاريف انت في غنى عنها. طب تحمي نفسك ازاي؟ واحد، اكتب المبلغ رقم وحروف وفقط. 5000 جنيه موري 5000 جنيه فقط عشان محدش يزود رقم. 2، اكتب التاريخ، تاريخ التوقيع زائد الاستحقاق، ده اللي بيحدد حقهم القانوني. حدد الغرض، اكتب ضمان عقد التقسيط رقم كذا عشان تحمي نفسك من أي لعب. نصيحة مهمة جدا، مفيش حاجة اسمها ثقة في الورق. لو قالك سيبها علينا ارفض تمضي فورا وقول لي حصلت معاك قبل كده، واستنى الحلقة الجاية عن بنود الإذعان. لو انتوا على يوتيوب ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو على تيك توك ما تنسوش فولو وريبوست، ولو على فيسبوك لايك وفولو. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.